بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل النهاردة إن شاء الله المفتقة أو حلبة العسل، أو الحلبة المعقودة بطريقة إن شاء الله بسيطة جدا، وكمان مقادير مظبوطة وبطعم وريحة زمان. وإن شاء الله كده تعمليها في طول الشتاء، مش مرة واحدة، لا مرات كتيرة، لأنها إن شاء الله هتظبط معاكي من أول مرة. ونبدأ كده إن شاء الله الخطوات مع بعض. اول حاجه نظبط معيار الدقيق. معايا معلقتين كبار من معالق الاكل العاديه من الدقيق. المعالق بتكون هرميه. وبعد كده بجيب طاسه واحط فيها ربع كوبايه من الزيت، وبنزل عليها بكوبايه من السوداني المتحمص. ومهم جدا يكون متحمص قبل ما نحمره، وده بيساعد ان هو يفضل على قرمشته حتى بعد اضافه العسل. مجرد ما ياخد لون ذهبي فاتح بنرفعه على طول من الزيت زي ما احنا شايفين، لانه طبعا بيحمر بسرعة جدا، وكمان بيحمر بعد ما بنشيله. فيفضل كده نفرده في طبق عشان ما ياخدش لون بزيادة. في نفس الزيت بننزل بمعلقتين الدقيق بالظبط، هنقلبهم حوالي نص دقيقة على النار لحد ما لون الدقيق يتغير بس كده للون الذهبي الفاتح. بعد كده هننزل بالسمسم، دول حوالي تلت كوباية من السمسم المتحمص. هنبدأ نحمره كده مع الدقيق مع الزيت، برضو حوالي نص دقيقة. مقدار العسل هنا نص كيلو بالظبط، انا وزنهم على الميزان. ناخد بالنا عشان ما نزودش الكمية فيبقى خفيف معانا، او لو قللنا الكمية ممكن يتقل القوام. فالمعيار ده مظبوط جدا. معايا معلقة كبيرة من حلبة العسل، ودي بتيجي من عند العطار. بحطها في مصفى وبوزعها بالشكل ده عشان طبعا ما تبقاش متكتلة في العسل. تقليبة واحدة وغلوة واحدة بس، وبعد كده هنطفي النار على طول. وهنبدأ بقى ننزل بالسوداني. أنا هنا طافية النار، بسيبه بقى حوالي نص ساعة لحد ما يبرد تماما. طبعا لما بيبرد بيتقل اكتر. هنا بعد حوالي نص ساعة لسه دافي شوية. القوام طبعا زي ما احنا شايفين تقل. هنبدأ بقى نحفظه في علبة او في برطمان، بس انا افضل بصراحة العلبة عشان طبعا بتكون المكسرات متوزعة كويس على الوش زي ما احنا شايفين. شوفوا تحفة، والسوداني والسمسم بيكونوا مقرمشين جدا. هنا بقى بردت تماما. شوفوا بقى لما هاخد دلوقتي بالمعلقة هتشوفوا القوام طري ومش متماسك بزيادة. تقدري تعمليه في السندوتشات بكل سهولة. يعني اوعدك لو جربتي وصفة النهاردة مش هتبطلي تعمليها طول الشتاء من سهولتها، وكمان المقادير مظبوطة جدا. ممكن تحفظيها في التلاجة أو خارج التلاجة عادي خالص، بتفضل كده القوام بتاعها مظبوط. بتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم، وبشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.